فيكم يا شطار يقدر يقول لي ايه اللي بيميز الانسان عن باقي المخلوقات؟ واحد اللي ما فيه واحد رفع صباعه. تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك يلا. 5 سنين ومدرسة الأخلاق الحميدة نتيجتها في الثانوية العامة لم ينجح أحد. درس خصوصي مع وئام وجدي على ميجا اف ام. صباح الفل عليكم، يوم جديد ودرس جديد على ميجا اف ام زي ما انتم متعودين كل يوم من الحد للخميس من الساعه 10 للساعه 11. معاكم دايما وئام وجدي ودرس خصوصي. كل يوم اربع بيكون معانا دكتور محمد حسين، خبير التنميه الذاتيه خبير التنميه الشخصيه والاداريه. هي مسابقه بعد كده يا جماعه ازاي؟ بصوا معايا، بصوا منزله صورتك ازاي يا دكتور وقايله وكاتبه وعامله كل حاجه. والله ده كتير. بس الزهايمر هو ليه علاج الزهايمر ده ولا خلاص كده؟ ان شاء الله خلاص هو السن ولا ايه بالظبط؟ صباح الفل يا وئام. صباح الفل يا دكتور، عامل ايه؟ منورنا. انا زي الفل، كل سنه وانت طيبه. انت طيب يا رب. كل سنه وكل مستمعينا الجمال بالف صحه وسعاده يا رب. يا رب ان شاء الله. النهارده حلقه مهمه جدا، لان النهارده انا مش هقدر اسيبك يا دكتور بصراحه غير لما تجاوب على كل الاسئله اللي مبعوتها لنا من اسبوعين. يلا بينا. فالنهارده احنا هنقعد مع بعض حبه حلوين يعني. انا يعني جايب معايا بيجامه ومستعد يعني. تمام. طب وعندك مشروبك اهو. مصطفى ظبطنا. جاهز. الحمد لله. انا معاكي. بص بقى، احنا هنسمع اغنيه عشان نرجع على طول نجاوب على الاسئله. خلاص النهارده يا جماعه اي حد عايز يسال اي سؤال طبعا معانا دلوقتي ومنورنا دكتور محمد حسين خبير التنميه الاداريه والشخصيه، هيرد على كل اسئلتكم. لو عايزين تبعتوها باسم اوكي، مش عايزين تبعتوها باسم، اي تفاصيل انتوا عايزين تقولوها اكيد كل ما تكون تفاصيل اكتر هيقدر ان هو يجاوب عليكم احسن. فالنهارده ابعتوا لنا الاسم على 19297. كمان تقدروا تكلمونا على تليفوننا 38355962. صفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي. تعالوا نسمع حاجه سريعا جدا جدا ونرجع بقى ناخد كل الكلام الكبير. يلا بينا. طيب خلينا نروح للمشاكل. كويس ان احنا رجعنا. يعني نخش في حته كده، انت كده هتروح في حته ثانيه خالص. طيب احنا النهارده بنرد على اسئلتكم بس، ومعانا طبعا منورنا دكتور محمد حسين خبير التنميه الذاتيه والاداريه، هيرد على كل اسئلتكم. وكل حد عايز يا جماعه النهارده يسال اي سؤال، انا الحقيقه يعني قافله الاستوديو مفتاح من بره وحبساه هنا، والنهارده ان شاء الله هنرد على كل الاسئله. طيب احنا كنا يعني خلينا ناخد كده شويه رسائل مش باسامي. خلاص تمام. في واحده بتقول ان خطيبها بينكد عليها عامه كل يوم وبيرجع بعد كده يصالحها ويحبها والكلام اللطيف ده كله. ايه العلاقه دي رايحه فين؟ طيب هو في فرق ما بين واحد هو شخصيته بتميل لنمط الكآبة، فبياخد كل حاجة يكبرها ويعملها موضوع ويعمل منها قصة وفي الآخر تطلع انه ما يستاهلش فيراجع نفسه ويخلص الحكاية. وفي فرق ما بين واحد تاني هو بيحاول يفرض شخصيته عن طريق النكد. اصل النكد ده بيعمل ايه؟ بيحاصر اللي قدامك في اختيارات محددة. انت غلطان في كذا، غلطان في كذا، فبيخلق حالة من القلق في العلاقة عشان يوجهها لاتجاه معين. لازم نعرف هو عموما في حياته الشخصيه وفي علاقاته بالناس بيميل للنمط ده، بيميل للنمط ان هو دايما عايز يفكر في الحكايه بعمق ويكبر الحكايه، ما هو النمط اللي شويه نكدي، ولا هو بيحاول يسيطر على العلاقه عن طريق النكد. ده فرق مهم هي لازم تعرفه عشان تعرف تحط له خطه للتعامل معاه. طب يعني انت كده صعبت عليا الدنيا ما حلتهاش. لا انا بس الاول بفسر ده بيحصل ليه. طب دي يعني الخطوه الثانيه بعد ما تحط خطه بقى للتعامل انه هيبقى عندنا حاجه من الاثنين. يعني تعرف منين اصلا كان هو شخصيه نكديه ولا هو اصلا عايز يعمل كده عشان يغلوش على حاجات ثانيه؟ هتبص، لا مش يغلوش، هو بيوجه العلاقه. يعني مثلا هي هتبص على علاقته باصحابه، على علاقته باهله. هل هو من النوع اللي فعلا بيأفور زي ما بنقول، بيكبر كل حاجه؟ صباح الخير بطريقه وحشه معناها ان هي ما بتحترمنيش وما بتتعاملش معاه. هل الحكايه في طريقته في حياته بالشكل ده ولا لا ده هو بيحاول يسيطر وفي دماغه وهي تقيس بقى بقيه العلاقه شكلها ايه غير موضوع النكد ده؟ في رغبه في السيطره، في رغبه ان هو يخليها شبه حد معين، في رغبه ان هو يخليها مش متقبل اخطائها وعايز يغيرها كلها. هنا نبدا نشوف لو هو ده هنتعامل. نشوف اصلا ايه سبب النكد اصلا اللي هو بيعمله ده. بالظبط، هو ده بيعمل ده ليه؟ لانه بيقول متكرر وكل يوم. فهنا لازم نعرف لو هو نكدي فهي عندها حل انها تتقبله، لان هو دي طريقته في التعامل مع الناس، او ما تقدرش تتقبله فخلاص. الحاجه الثانيه لو هو بيعمل كده معاها، لا محتاجين نقعد ونتكلم على الاسس اللي اتكلمنا عليها قبل كده عشان نبني علاقه سليمه.
طيب تمام. في بنوت عندها 17 سنه عندها مشكله في التعامل في الحياه، بتقول انا بحس ان انا دمي تقيل قوي على كل الناس، وان انا ما عنديش صحاب، وان انا اي حد بيقول لي كلمتين ما بعرفش بقى ابقى شخصيه اجتماعيه واهزر واخد ودي في الكلام، انا يا دوبك برد على قد السؤال واقعد كده على جنب، وهي بتقول ان انا حاسه ان انا يعني رزله. وهي عندها مشكله فعلا متضايقه منها. خلي بالك هي في سن 17 سنه، يعني فتره فاصله جدا في حياتها يعني. خليني اقول لك بس حاجه، ما فيش حد رزل بيقول على نفسه رزل. يعني هي مشكله الرزل الاساسيه ان هو فاكر نفسه ظريف، هي دي المشكله الاساسيه. فطالما انت بتقولي انا كده، لا انت ان شاء الله مش كده. الفكره طيب ده ممكن يكون حاجه من اتنين، يا اما خجل وقتي بنسميه خجل المراهقه، ان الفتره دي في حياتها هي حاسه انه في تغيرات فسيولوجيه وتغيرات في شكلها وتغيرات في اهتماماتها، فهي محرجه فبتنزوي في مساله الخجل، يا اما هي عندها ضعف في المهارات الاجتماعيه. هي المراهقه هيمر لوحده. ضعف المهارات الاجتماعيه لازم بقى تحاول تندمج في انشطه طلابيه لو كانت في الجامعه، تحاول تقعد مع اصحاب كتير في او قرايبها في العيله، تروح تدرس مهارات التواصل والتعامل مع الناس، عشان دي مهاره تنمى ممكن جدا تتعلمها. وعلى فكره جزء كبير من الناس ما بتعرفش الحكايه دي، انه حتى المتحدثين الجماهيريين المشهورين على مستوى العالم هم بيميلوا للانزواء والانطواء، مش زي ما الناس متخيله ان هم ناس دايما بيحبوا يقعدوا مع الناس كتير. لا خالص. هو زي ما بيقولوا مثلا ان معظم اللي هو الممثلين الكوميديين نكدين جدا في حياتهم وساكتين وكده. في حاجه مختلفه، بس هي مساله الممثل الكوميدي هو بيكون شبع من الكوميديا يظهر، او دي بتكون جزء من شغلته، لكن احنا مثلا في شغلنا احنا بنقضي ساعات طويله جدا في التحضير. طب انت لما بترجع البيت بتتكلم ولا خلاص كده تبقى خلصت مخزون الكلام ل4 سنين قدام؟ يعني لحد كبير بحاول بس طبعا ببقى اتكلمت كتير قوي بره، فبتكلم يا دوبك كلام برجع يعني. طيب على رايك اصلا صريح برضه. طيب 3835962 ده تليفوننا، والاس ام اس على 19297. كمان صفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي بالعربي. طيب احنا النهارده بنجاوب على كل الاسئله، لكن كمان احنا عايزين نقول لكم شويه تابس كده وشويه معلومات رفيعه صغننه. ايوه انت قلت لنا المره اللي فاتت بريف رغيف مش كده؟ بريف رغيف يلا بقى عايزين طلع اول رغيف بالظبط كده. افتح الحواوشي ادينا اول بريف. اول قانون هنتكلم عنه في التبس بتاعتنا قانون اسمه محدش شبه حد. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى انه كتير جدا مننا بيكون شاف زميلته في المدرسه، زميلته في الكليه، ارتبط بواحده فتره معينه وما كملوش مع بعض، كان خاطب لاي سبب من الاسباب، مامته، اي نموذج، واحد شاف واحده او واحده شافت واحد كويس، فيفضل ياخد الصوره دي يسيبها في دماغه من غير ما يحس بالمناسبه، سبكونشسلي كده بتتسيف جواه، ويفضل بيدور عليها، ويفضل طول الوقت مش لاقيها طبعا، ومستغرب انه مش لاقيها. ما هو مش هتلاقيها لانه محدش شبه حد. لان اللي انت حبيتها وانت في الجامعه، انت حبيتها اولا بنفسيه اللي في الجامعه، فشفتها بعينين الطالب الجامعي، دلوقتي انت بتشتغل، فاللي كان بيعجبك زمان وكان مناسب ليك زمان اولا مش مناسب ليك دلوقتي. يعني حتى نفس البنت دي لو انت قابلتها تاني غالبا مش هتحبها ولا هتبص لها خالص، لان اصبح النمط اللي هي عليه ما يناسبش النمط اللي انت عليه دلوقتي. فده قانون مهم جدا، ما حدش شبه حد. الناس بتقعد تدور على سراب ما بتلاقيهوش وتحاول تقرب منه، وبعدين يتصدم انها ما طلعتش زي ما انا كنت فاكر. حضرتك تلاقيه بيحب اصلا صوره هو رسمها في خياله، لكن هي اصلا غير كده، فاول ما الغمامه تتشال ويشوف الواقع يلبس في الحيط على طول. بالظبط، يبدا بقى يتضايق ويبدا يحاول ياخد رياكشنز غلط ويعتبر انها ضحكت عليه، وهي تعتبر انه ضحك عليها. اصلا انا عايزه واحد زي بابا، لا هو بابا نسخه واحده بس نزل اللي هو باباكي، مالوش زي حنيته شبه حنيه بابا، غلط، مفيش حاجه اسمها مفيش كده، مفيش. هو بيفكر مفيش حاجه اسمها صوته زي صوت. مره واحده قالت لي صوته شبه صوت بابا، فتخيلي يعني تخيلي ان هي اول حاجه علمت معاها صوتها ما ممكن تلفت نظرك، لكن تبقى دي اصل انا حسيت معاها بالامان، وفي الاخر اكتشفنا ان هو صوته بس. فما حدش شبه حد، ده قانون مهم جدا. فما تدورش على حد شفته قبل كده، في ناس احسن وفي ناس اقل يعني جوده وفي ناس مختلفه، دور على حد يناسبك بما انت عليه دلوقتي. ده دليل على برضو الناس اللي بتحب حد سنين طويله، وبعدين مثلا الدنيا تفرقهم واللي تتجوز وتروح وهو يسافر ويرجع وبتاع، وبعدين يقابلوا بعض يقول لك انا عايز ارجع لها تاني، يجي يرجع لها يحس انه لا ده مش انتي خلاص، هو شافها بعين معينه لان دي مش موجوده. وكمان هي حصل، خلي بالك انا النهارده غير من 3-4 اسابيع وحضرتك وكلنا طبعا. فالفكره ان احنا ده انا بتغير كل يوم بعد 5 دقائق. لا ده الستات ده موضوع تاني ده موضوع يخصكم انتوا، احنا اثبت شويه من كده. الحمد لله انا باخد شهر لكن ممكن اتعلم معلومه، اسمع فكره، اشوف منظر قدامي يغير فكرتي. واحد ممكن يتعب شويه فكرته عن الحياه كلها تتغير، ياخد طبعا. منصب او يفقد منصب او يكسب فلوس او يخسر فلوس او يخسر صحه او يخسر صحه. الحياه دايناميك
جامد جدا. فما تتخيلش ان انت زي من سنه، لا، ولا انت زي كمان سنه اطلاقا. ودي صعوبه اختيار شريك حياه يتوائم مع دلوقتي واللي جاي. طب وانا هعرف منين بقى اللي انا هتجوزه دلوقتي ده السنه الجايه او بعد 5 سنين هينفعني؟ تفاهم. اتفقنا هنبني على التفاهم. لان انا قادر اتفاهم بس انا ما هو المبدا، طب ما انا بتغير بقى اهو، ما انا بتغير. هو كمان بيتغير، بس المهم طب افرض هو اتغير يمين وانا اتغيرت شمال. كويس، ده بيحصل ساعات. بس بيحصل امتى وما بنحسش بيه؟ لما يكون ما فيش تفاهم، لما بكون ما بشاركهاش في اللي شاغلني، في التطور بتاعها. بالظبط. كل واحد فينا قافل على نفسه، كل واحد فينا متخيل ان هو زي ده محمد اللي كان من 5-6 سنين. لا، محمد اللي كان 5-6 سنين خلص، في محمد جديد اتعلم دلوقتي محمد تاني خالص. بالظبط، اتعلم وسافر وذاكر وخد، يعني في حصل تطور في الشخصيه. طول ما احنا فاتحين قنوات تواصل وقاعدين نتكلم ونتفاهم مع بعض احنا بنكسب. طول ما كل واحد فينا قافل على نفسه وحابس تصور ذهني في دماغه وعمال يتصدم ويتفاجئ، هنا هي المشكله. فنمره 1 اول قانون، مفيش حد شبه حد. لان انت اصلا مش شبه نفسك زمان، انت بتختلف، وبالتالي اللي انت بتدور عليها او اللي انت بتدوري عليه مش موجود. شكرا شكرا شكرا. طيب انا عندي سؤال بقى، كان في حد بعته، هي بنوته اللي بعتاه، وبتقول ان هي متجوزه واحد بعد قصه حب كبيره جدا، 7 سنين حب وتقطيع، والاهل العيلتين ما وافقوش، يعني ما كانوش راضيين يجوزوهم لبعض، مش اجتماعيا ولا ماديا ولا اي حاجه، بس هم مش حاسين ان هم مناسبين اصلا لبعض، وشايفين الجوازه دي هتفشل. وهي بتقول ان اختها الكبيره كلمت جوزها قبل ما يتجوزوا، قالت له بص يا ابني انتوا كده كده هتطلعوا والحياه دي هتفشل بينكم خلاص. المهم هم اتجوزوا رغم كل شيء وخلفوا ولد وبنت، وهم لسه مع بعض لغايه دلوقتي، وامه طبعا معيشه البنت في جحيم، وهي شايفه اصلا ان هي ما بتعملش حاجه. امه طبعا شايفه هو انا كده بعمل لها حاجه، هو انا كده حطها في دماغي. وطبعا اتيتيود طبعا اللي يعني كل الكلام اللي الاهل اللي كانوا شايفينه طلع حقيقي للاسف يعني. والعشره ما بينهم، كل واحد كويس جدا، بس العشره ما بينهم دمار. الراجل سايب البيت بقاله كتير جدا، وولاده يعني بيكلموه ويا بابا وحشتنا وارجع البيت والكلام ده كله، هو مش عارف يعيش في البيت ده، مش عارف يعمل ايه. فالحياه كومبليكيتد جدا يعني. موقف زي ده يعمل فيه ايه؟ ده مش موقف، ده 20 موقف. ده 20 موقف. ده موقف اصلا في التربيه، وموقف ان الاهل اصلا مش يتفاهموا مع اولادهم، وموقف ان الام عنيده وبتفايت، وموقف ان البنت مش قادره. ده مواقف دي كده، دي عايزه يوم من اول النهار نقعد نجيب هدومنا واكلنا وشربنا. مش بقول انها مستحيله، بس محتاجه وقت. انت عندك مجموعه مواقف، مجموعه مشاكل في التفاهم ما بين الناس، نقعد نحل كل مشكله في التفاهم. كل مشكله بتحليها بتفتح لك مجال اوسع انك تتفاهمي. هنا عندنا ده مش موقف، يعني مش علاقه ماشيه كويس وفيها لخبطه بوتل نك ونفك، لا، ده مشاكل على مشاكل على مشاكل على مشاكل، سوء تفاهم مع سوء تقدير مع عند من اطراف كتير. فده هيطلع لك ده يتحل بس ما يتحلش بالسرعه ولا بالسهوله الناس فاكراها. يعني زي ما احنا تعبنا عملنا مشكله عمرها 5 سنين، طب اديها بس سنه تتحل، اديها سنه وشويه، حط لها خطه بس. يعني الحاجات دي بتتحل. يعني هل الام مثلا اللي بالعقليه دي اللي هي شافت ان ابنها في الاخر عمل اللي هو عايزه ونصف مرات ابنها عليها، في يوم من الايام ممكن تعملها كويس؟ بصي، المشاكل كلها بتتحل اذا هتوفر عندنا شرطين. الشرط الاول الناس عايزه تحل، الشرط الثاني ان الناس ما عندهاش غل ورغبه في اثبات انها الصح. لو عندنا دول موجودين نحل اي حاجه باذن الله. بس احنا عندنا هنا في مصر كل الناس عايزه اصلا تثبت ان هي صح والباقي كله غلط. هي دي مشكله المشاكل الزوجيه والعلاقات في مصر، ان كل واحد عايز يقول مش قلت لك، عارفه مش انا قلت لك، انت اللي قلت لك. طب ما انا قلت لك دي اسوأ كلمه ممكن واحد يقولها لواحد وهو في مشكله. ده انت قفلتني. قفل انت قلت لي وانا يا سيدي مش خدتش بكلامك. لا، هو يبدا معاك كلام انا مش قلت لك، مش انا حذرتك. طب بذمتك مش انا حذرتك؟ انا قلت لك ايه ساعتها؟ مش قلت لك تخلي بالك ان دي لو كلمتك هتعمل كذا كذا كذا؟ طب خلاص يلا. هي المشكله بقى، عشان كده بنقول ان مش اي حد يتصدر لحل المشكلات، مش راجل كبير في السن ولا قريبي ولا ماما هي تعرف تحل. لان الناس كتير جدا ماشيه كاتبه على صدرها كده انا بفهم. يعني هو كل مشكلته في الحياه ان الناس تعامل منطلق ان هو بيفهم. فده هو متعب للناس جدا. انا بفهم، فيخش يتدخل، يخش يضيف، هو مش فاهم حاجه خالص. فده نقول له بقى بعدين حاجه مناخيرك بس تطلع من هنا شويه عشان نعرف نعيش. احنا بقى هنعرف نكمل من غير مناخيرك. ماشي. هنسمع جنات ونرجع تاني. تليفوننا هو 38355962، SMS 19297. صفحتنا على الفيسبوك هي درس خصوصي مع وئام وجدي. احنا النهارده بنجاوب على كل الاسئله، ومعانا دكتور محمد حسين خبير احنا قلنا خبير صح؟ انا مستنيكي والله. قولي محمد حسين وخلاص. لا، ما انا لازم اكمل. طيب خلاص كملي. قوليها بقى. خبير. مش لما تقوليها. استنى مش مكمل مسرحيه لما استنى بقى. خبير التنميه الاداريه والشخصيه.
صح حلو كده. ده كلام هايل. تايتل كتير قوي ده. طيب احنا معانا يا دكتور اسئله كتير جدا، وطبعا عايزه اقول للناس كلها لو ما لحقناش النهارده ان احنا نجاوب او دكتور محمد يجاوب على اسئلتكم، يا ريت النهارده دكتور مدينا اوفر ان هو هيجاوب على كل الاسئله من الساعه 4 ل 5 لو اتصلتم على الرقم ده 0100 234 9612 0100 234 49612. ده على فكره رقم موبايل عادي، مش بفلوس ولا بالدقيقه بجنيه ونص ولا الكلام ده، عادي جدا. ده هو مفرغ يعني ساعه كده في اليوم بتاعه النهارده عشان يرد على كل الاسئله. طبعا انا برضو هنزل الرقم على البيج بتاعت البرنامج على درس خصوصي مع وئام وجدي، وطبعا اي حد عايز يساله اكيد ان شاء الله هيكون موجود وهيرد عليكم. خلينا بقى ناخد الاسئله يا دكتور. محمد بيقول انا شخص دايما فاشل في الارتباط وفي الحب، وحاسس دايما بالوحده وغير مستقر في وظيفه ثابته، وحياتي كلها ملخبطه، اعمل ايه؟ كويس قوي الكلام ده. احنا عندنا الرجاله بيبنوا، عارفه حاجات برج كده، حاجات فوق بعضها. القاعده بتاعت البرج ده اللي بتخليه ثابت او مش ثابت هي علاقته بشغله. يعني لو حضرتك عايزه تشوفي اهم حاجه عند الراجل ايه، مش اهم حاجه في العلاقه، اهم حاجه في حياته، في حياته عامه، شغله. شغل الراجل هو حياته، وحياه الست في بيتها. فالراجل لو شغله مش مستقر ومش لاقي نفسه في شغله ومش حاسس ان هو بيحقق طموحه او بياخد المرتب اللي يكفيه مقارنه بمهاراته وخلافه، عنده مشكله في الاساس بتاع شغله، مش هيقدر يبني عليه علاقه ناجحه، مش هيقدر يبني عليه علاقه مستقره. يعمل ايه؟ يصلح شغله الاول، يصلح علاقته بشغله، يشوف ايه مشاكله في شغله، محتاج يتدرب على حاجات معينه، عنده جاب في السكيلز بتاعته، محتاج يعرف، محتاج يقرا، محتاج يتعلم اي حاجه. اذا ظبط مساله شغله دي هيبقى سهل جدا ان هو بعدها ان شاء الله يقدر يعمل علاقه، لان يكون عنده مهارات بناء العلاقه. لكن انا شغلي بايظ واروح ادور على علاقه، اي كلمه هتتفهم غلط، هبقى كئيب وهبقى عصبي، ولو هي بتشتغل وانا ما بشتغلش او مش ناجح في شغلي هيبقى في مشاكل، ولو هي قالت لي كلمه هعتبرها نصيحه فهي بتتفلسف عليا، كل حاجه هتبوظ. الراجل لازم يظبط شغله وبعدين نتكلم في حاجه ثانيه. هو بيقول يعني معلش انا كنت برضو عايزه اتكلم في النقطه دي. الفكره ان هو لو استقر وحصل بالاشباع ده او بالساتسفاكشن بثقته بنفسه من عن طريق الشغل، هيقدر ان هو هذا الاشباع يولد عنده ثقه فيخليه يقدر يعمل علاقه ناجحه بعد كده في حياته. هتخليه ما عندوش مشكله في انه يعمل علاقه ناجحه، يقدر وممكن لا، بس في اساس، في كده يعني فاونديشن اساسي عشان نقدر نبني ان يكون عنده علاقه ناجحه في حياته، انه يكون هو حاسس من جواه بالاستقرار، بالثقه، بالامان الوظيفي، شويه حاجات كده لما تحصل جواه ويتحقق من نفسه ان هو تمام، يقدر يبني علاقه. في ناس عندها ده وما تقدرش تبني علاقه، عندها غياب في مهارات بناء العلاقات اللي احنا بنعالجه مع بعض كل حلقه ان شاء الله. لكن الفكره الاساسيه هي ايه؟ ان هو لازم يكون اصلا ده يعني لو هو شغله ناجح ممكن ينجح وممكن لا، لو شغله مش ناجح مش هينجح في العلاقه. طيب انا عندي مشكلتين ليك يا دكتور اتبعتوا والاثنين عكس بعض خلاص. بس انا عايزه الاول اسلم على الناس اللي معانا على البيج عشان ما حدش يزعل مننا، على وليد السيد وعلى سامسون وعلى مصطفى ديشه ومنى احمد ومياده رشاد ونوني وحسن شمس ومها ابراهيم وتونه جرحك نساني ملامحك اوكي وديام وإيسا عبد الجواد واحمد خليفه وملاميس وساد سمايل. ليه يا جماعه كده؟ محمد محمود وامير كابو وهايدي كمان مين عشان بس ما حدش يزعل مننا، هايدي ومحمد احمد حسين وباب برادلي واحمد هشام ومير وكمال وامير سالم. يعني هنحاول نقرا كل اكيد الاسماء، بس خليني اقول لك مشكلتين ليهم علاقه بموضوع الشغل بتاع الراجل ده بس عكس بعض. دينا بعتت رساله بتقول ان هي جوزها غني غنى كبير جدا جدا، هو في مستوى مادي واجتماعي عالي قوي. جوزها وارث فلوس كتير من ابوه اللي مات وهو صغير وورث كل ده خلاص. دينا جوزها ما بيشتغلش من منطلق ان هو غني وهو عنده هوايه كده وبيصور وبيروح ويجي عشان حاجات كده عبيطه، وهي مخلفه منه وهي ما عندهاش مشكله، لكن بتقول ان الناس كتير عندها كومنتات على الحياه دي وبتقول يعني ايه ده، يعني انت جوزك ما بيعملش اي حاجه، وهي شايفه ان هي اوكي اتس اوكي، يعني انا مش ما عنديش مشكله، بيصرف وبيجيب لي براندات وبيخرجني وبيسفرني وبيعمل لي وخلاص اوكي الدنيا ماشيه على كده. على الناحيه الثانيه واحده ما رضتش تقول اسمها، قالت يعني ما اقولش اسمها ايه، هي متجوزه واحد برضو غني جدا ومستوى مادي واجتماعي غير عادي، وهو ما بيشتغلش برضو، هو يعني وهي بقى مش قادره تستحمل الوضع ده، هي خلفت منه على امل ان ايه لما هو يحس بقى ان في مسؤوليه في الحياه
وان في بقى طفل، فهو بقى يبتدي يتحمس بقى ويتحرك ويبتدي يعمل بقى مش عارف ايه، فهمت الجو ده؟ فهي بتقول ان هو ما اتغيرش، وهو طول الوقت بيقول لها انا عايزه اعمل وعايزه اشتغل وعندي حماسه وبتاع، بس طبعا كله في كلام في الهجايز. وبتقول لي ان هو ممكن يروح يعمل انترفيو، هو علاقاته كتير طبعا وسايط وبتاع، يروح يعمل انترفيو يقول لهم طب انزل بس اجيب حاجه من العربيه واجي، ينزل ما يطلعش حتى بعد ما يتعين. وان هو الشغلانه الوحيده اللي اشتغلها هي شغلانه حكوميه لا تليق باي حاجه في الحياه، ما فيش اي حاجه غير انه بيمضي حضور وانصراف، وهو ده الحاجه اللي فضل فيها عشان ما بيعملش حاجه. وهي دلوقتي بتفكر في الطلاق، والناس كلها بتقول عليها انها مجنونه، انت عندك كل حاجه، انت عايزه ايه؟ ده واحد غني وامور وابن ناس وشيك ومش كل حاجه في الدنيا وبيصرف عليكي ومش حارمك من حاجه، عايزه تطلقي، ده في 1000 غيرك يتمنوا هذا الموقف، لكن هي مش قادره تشوفه راجل اصلا. يعني هي المشكله مش في فكره فلوس، هي مش قادره تشوفه راجل وشايفه ان هو اصلا منتقص في كل شيء بالنسبه لها. كلام مهم قوي اللي بتقوليه ده جدا، ده حلقه لوحدها. طيب. بصي الناس فاهمه انه الست هتحترم جيب الراجل، واحنا متخيلين كده، وبنقعد نقول للناس كده في المجتمع امثله زي مثلا الراجل ما يعبوش الا جيبه. لا الحقيقه الست بتحترم جهد الراجل اكتر من جيبه. بتحترم ان هو راجل مسؤول، بتحترم التزامه، بتحترم احساسه بالمسؤوليه. ان انا ورثت او ان انا عندي فلوس ده مش حاجه انا ليا فضل فيها. انا ماشي وقعت عليا فلوس، انا خلاص ما عملتش حاجه منهم. انا مش قادر، هي مش قادره تحترمه ليه؟ مش حاسه ان هو بيعرف في حاجه، مش حاسه ان هو شاطر في حاجه. مهم ان الست تحس بان جوزها كده باللغه الدارجه مالي عينها. مالي عينها يعني محترماه، ومحترمه حتى لو معهوش فلوس، هي محترمه ان هو لما بيخش مكان عنده خبره، عنده مهاره، لما بيقعد يتكلم. اصل ده بينعكس ساعات كتير جدا اداؤه الاجتماعي بيبقى سيء، لانه ما عندوش اي اطلاع، ما عندوش اي ثقافه، ما عندوش اي احتكاك. بالتالي هي مش حاسه معاه بالامان، مش حاسه لو خسر فلوسه دي كلها هيقدر يعيشهم كويس، مش حاسه انه يعرف يربي الاولاد لان الراجل ما عندوش خبره، مش حاسه انه قدوه للاولاد. في مشاكل كتير قوي بتطلع راجل ما بيشتغلش. احنا العصر ده خلص، لازم يشتغل اي حاجه. لازم هو كمان يعرف ان احترامه لنفسه واحترام المجتمع ليه مبني مش على هو معاه كام في البنك اللي ورثهم، مبني هو بيعرف يعمل ايه. وعشان كده حتى احنا في علم الاداره بنقول ايه؟ ان مساله الغنى والفقر مش مرتبطه انت معاك قد ايه. التعريف الحديث دلوقتي للغنى هو القدره على الكسب بالمهاره. يعني انت معاك مهارات ايه بتعرف تكسب منها، انت كده غني او فقير. عشان كده يعني هو مش عارف، يعني دي حاجه الناس هتتصدم لما تسمعها، انه احنا كمصر مصنفين اغنى من دول كتير في الخليج. ده على اساس ايه؟ ان احنا عندنا مهارات، والناس اللي بتشتغل في البلد دي بتكسب لان عندها مهارات. ناس هناك مجتمعات ريعيه، مجتمعات بتاخد عشان عندها بترول، او مجتمعات بتاخد عشان لازم حد يجي من بره يشاركهم فياخدوا فلوس. ده تصنيف الحديث فكره الغنى والفقر. انك تكون منتج او قادر ان انت اصلا قادر تنتج وقادر تشتغل تحقق حاجه بتجيب جوان. لكن انت قاعد كده وطلع تحت بيتك بير بترول فبتدوك كام الف، مش ما فيش حاجه اسمها كده. انا كده راجل. وده جزء كبير من بوظان العلاقات في الخليج بالمناسبه، انه فكره ان هو مالي عينها دي مش موجوده. هو طلع جنب بيته بترول وهي جنب بيتها بترول، فخلاص مثلا يعني. فالحكايه ما بتمشيش كده، الحكايه مش انت معاك فلوس قد ايه. في حد اكيد دلوقتي بيسمعني بيقول لك طب بس والنبي انا اروح هناك بس واقعد جنب البترول ده، ولا عايز علاقات ولا عايز بتاع، وعني ما مليت عينها. صح، بس لفتره معينه. صح، وهو ده اللي بيحصل. انجذابنا للفلوس بيقل بعد فتره، او ان عندنا فكره تناقص المنفعه درسناها زمان في الاقتصاد، انه اول كوبايه ميه احساسنا بيها غير تاني كوبايه ميه غير تالت كوبايه ميه. صحيح. فاول مليون غير تاني مليون غير خلاص انت وانس ان انت لبست وشربت وبقى عندك عربيه اول مليون اديني اول مليون بس وانا هبقى كويسه. هي اول واحده دي اصعب، اللي ما بتجيش. ايوه ما بتجيش، هي لو جت انا هقعد في بيتنا. فبعد كده احساسنا باهميه الفلوس بيقل. بيفضل بقى الراجل الشخصيه الكاركتر ده لما بنروح مع بعض في حته بيتكلم في ايه ولا حاجه، بيهري طبعا. بيقعد يلعب بقى بلاي ستيشن اكتر من اللازم طول الوقت، ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش خبره يتكلم فيها. فمساله الشغل عند الراجل هي دي حياته. هي دي الحاجه اللي هو بيقدمها للمجتمع، سواء في الحاله الاولى حضرتك حكيتيها او الحاله الثانيه. الاثنين مش قادرين يملوا عين الراجل. بس هي الحاله الاولانيه قادره تعيش ومش قادره تعيش. الحاله الاولانيه هي كمان يظهر تافهه، ما ممكن تكون هي كمان يعني، او مش اسفه يعني مش تافهه، بس قصدي هي كمان هي واخده الحياه من على وش القفص كده. هي واخده الحياه باللي هي حباه، مش متضايقه يعني، اللي هي حباه. هي مش شايفه الموضوع بالعمق ده، انه ما بيشتغلش يعني ما بيعرفش يربي، انه ما بيشتغلش مع ان الاثنين مخلفين المجتمع. مش مهم، بس هي مش واخده بالها. ما هو خلي بالك في فكره ساعات ان الناس اللي بتفكر كتير دي بتتعب نفسها. والله العظيم طول عمري بقول كده. الاولى مبسوطه وسعيده بان هو كويس وبيوفر لها احتياجاتها، وقد تكون هي احتياجاتها دي لسه هي في فكره تناقص المنفعه، لسه هي في اول كوبايه ميه فمبسوطه بيها قوي. لكن الثانيه في ثالث كوبايه ميه فخلاص هي مش عايزه ميه بقى، عايزه حاجه ثانيه، عايزه طعم مختلف للحياه. فعشان كده بقول لك ان تناقص المنفعه احساسنا باول كوبايه ميه غير ثاني كوبايه ميه غير ثالث كوبايه ميه. كلام كبير والله يا دكتور، ده حلقه يعني موضوع كبير جدا. طيب احنا يعني هنسمع محمد منير بقى شويه كده ونرجع تاني نرد على الناس، وهنقول لكم اكيد الرقم تاني ان شاء الله بعد ما نسمع الاغنيه دي اللي تقدروا تكلموا عليه دكتور محمد حسين النهارده من الساعه 4 ل 5. قوانين واسئله
حلقتنا. أيوة. قول لنا قانون بقى. طيب عايز اكلمك عن قانون مهم جدا. القانون ده مفسد العلاقات الاسريه. ايه ده، هم لقوا الجين ده؟ لا. طب مين بقى المسؤول عشان نقتله ونخلص منه؟ بصي، وانا اقول لك الجين اللي انا شخصيا اكتشفته يعني في العلاقات الاسريه، في علاقات التربيه مع اولادنا، في الشغل. قانون التمادي. التمادي؟ يعني ايه؟ ان الناس تفضل تتمادى. يعني انا قاعد مع وئام فعملت حاجه وئام اكيد مش تحبها يعني، بس وئام سكتت، فمحمد بدل ما يتكسف ويراجع نفسه يعمل ايه؟ يكمل يتمادى. واحده قماصه فتفضل تتمادى في انها قماصه. واحد عصبي فيتمادى فيبدا يطلب من الناس اللي حواليه ان هم لازم يتقبلوه. انا عصبي. لا، مفيش حاجه اسمها عصبي بالمناسبه. وعايز اقول لكل واحد بيدعي مساله عصبي دي طلعت اختراع. مفيش حاجه اسمها كده. يا سلام. مفيش حاجه اسمها عصبي. لا في طبعا. لا مفيش. انا عارفه. لا مفيش. في واحد بيقول لنفسه انا عصبي فبيعمل لنفسه برمجه انه عصبي، فبيبقى الحل الاول والاسرع على عقله انه يتعصب. بدليل ان في ناس في حياتنا ما بنجرؤش نتعصب عليهم. ما بنجرؤش. يعني مثلا انا عصبي جدا بس اجي عند بابا وافرمل. طب ليه؟ مش انت عصبي؟ انت لو انت بتتكلم في ان اعصابك مش تحت سيطرتك. او اجي عند ماما، لا ماما ما اقدرش، يعني انت بتعرف تمسك اعصابك اهو. او لا مديري في الشغل لو اتعصبت عليه هيرفدني. او لو اتعصبت على الضابط في الكمين اي حد بقى، اي حد انت من جواك كده مقرر ان انت مش هينفع تتعصب عليه. فيحصل ايه؟ بتعرف تمسك نفسك. هي الفكره ان انا بقعد اقول لنفسي كلام عشان لا بس فعلا في ناس ما بتعرفش تمسك نفسها. ما جربتش، بس مش معنى كده ان هو خلقته كده وهيعيش كده، مكان ان هو عنده يعني العصبيه دي مش وراثه مثلا زي ما بيتقال. مش كلام من ده. مش كده. ولا له علاقه باي حاجه ولا خالص. لو ما فيش سبب ميديكال طبي ان هو يتعصب، مثلا ضغطه بيرتفع، سكر بيرتفع، فعنده ميل اكتر للعصبيه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. عندنا احنا مفيش حاجه كلام من ده خالص. يعني اللي ضغطه بيرتفع من الانفعال ده وبيتعصب. هو ساعات ضغطه بيرتفع من الانفعال، وساعات لان ضغطه عالي او سكره عالي بيبقى عصبي اكتر. يعني مش هتكلم في الطب عشان مش طبيب، بس ده اللي انا فاهمه من الناس الاطباء اللي دردشت معاهم كتير. لكن فكره ان واحد عصبي اتخلق عصبي يعيش عصبي عشان هو عصبي، مفيش كلام من ده خالص. مفيش كده اصلا. هو ما اتعلمش. لو اتعلم واصر هيبقى كويس. بس مبدئيا كده. فنرجع لقانون التمادي، ان هي نكديه وهو عصبي او اي صفه ما، طالما ان حد فيهم قرر من غير ما يحس انه يتمادى، انا هكمل كده، انا ماشي كده والناس اللي حواليا هم اللي اتاقلموا، باظت العلاقه يا بطل. شكرا. دور على علاقه ثانيه. علاقه شغل، انت بتتاخر في شغلك وان مديرك ساكت فانت بتتمادى، اعرف انك هتترفد لان هو مش هيستحملك كتير. جيرانك، اي علاقه يخش فيها قانون التمادي ده اعرفي انها العاده التنازلي بدا. ولو كل واحد فينا راجع حياته اللي فيها علاقات باظت هيلاقيها غالبا باظت بسبب هذا القانون اللي بيسرقنا كلنا. ده القاتل الصامت للعلاقات، التمادي. خلي بالك ان الطرف الثاني كمان لازم ياخد موقف فعلا في حاجات كتير جدا. ما ينفعش عشان المركب تمشي في الاخر بتمشي على دماغك انت، بتفحتك وبتطحنك وما بتمشيش. ما ينفعش. لازم تمشي وانت مبسوط، لازم تمشي وانت موافق انها كده. ممكن استحمل؟ طبعا. ممكن اتنازل؟ طيب استحمل، ما اتنازلش. تستحمل ما تتنازلش؟ استحمل لان ده حقي اللي انا يعني مؤقتا هستحمل ان انا ما باخدوش، لكن ما تنازلتش عن حقي. يعني هو الطرف اللي قدامي يبقى عارف ان انت عامل حاجه مضايقاني بس انا مستحملاها عشان بس مؤقتا، في ظروف، لكن اتنازل دي معناها ان انا ما بقولش حاجه للتاني اصلا. خلاص بقى بيخوني بقى، هعمل تنازلت. اي مكان، حتى لو بيضربني بقى اي مكان، حتى لو حاجه صغيره جدا. فانا تنازلت. خلي بالك بقى نقطه مهمه جدا، اللي بيتنازل ما بيعرفش يرجع. انت مش هو دي حقيقه. يعني ما ينفعش انا خلاص بقى مثلا اديتك مليون الف فرصه وبعدين فجاه انا حسيت لا بجد كده بقى اوفر، انت كده جبت اخري، فانا اروح واقفه اقول له لا بص بقى بعد كده لو عملت التصرف ده تاني هيحصل وهيحصل وهيحصل. ما ينفعش بقى ونبتدي من هنا بقى ريستارت ونقطه جديده ونرمي الكشكول ده خالص ما بتنجحش قوي. ما بتنجحش. اللي بينجح احسن، او يعني هي بتنجح بس مش الشكل العام، لازم قاعده. لا، الاحسن ان كل واحد فينا اولا هو بيتعامل يبقى عارف اخطائه فين. وارجوك ما تتماداش. مش معنى ان اللي قدامك بيحبك او انه ساكت هو عايز يكمل معاك وان هو ساكت او متحمل ان هو كده مكمل. فنمره واحد، قانون التمادي بقول لحضرتك ده القاتل الصامت لكل العلاقات. من اول العلاقات الوظيفيه اللي بيتاخر عن شغله نص ساعه كل يوم ومديره ساكت، لغايه العلاقات حتى ما بين الراجل وابنه، ان هو ساكت لابنه على حاجه، او التاني ساكت ان باباه بيعامله بطريقه وحشه وهو كبر وباباه مش واخد باله. القاتل الصامت. الحاجه الثانيه بقى انه لو في مشكله، لو في ضغوط، في فكره ان احنا نستحمل بعض. طبعا نستحمل بعض. هي الفكره ايه؟ علاقه الناس انها تتكاتف وتسند على بعض، بس ما يبقاش ده القانون. ما يبقاش الديفولت ان انا بستحمل. فيتحول من تحمل لتنازل. ان هي يعني انا ممكن استحمل انها مثلا زعقت النهارده وهي متعصبه، استحمل المشكله، مش استحمل مراتي واستحمل مين. لكن ان انا اتنازل ان انا ابقى راجل محترم وتكلمني بطريقه كويسه، باظت العلاقه.
باظت. على فكره العلاقات بتبوظ برضو بالتنازل. التنازل ده ممكن عنه موضوع انه ايه الحاجات اللي ممكن تتنازل عنها فتبوظ العلاقه تماما وتنهيها، وايه الحاجات اللي ممكن تتنازل عنها وتحاول ترجع لها. فكره ان انا اعمل يوتيرن فيها تفاصيل ممكن نعمل لها وقت، لان بشكل عام كده مش نقول حاجه عامه، لكن القاتل الصامت للعلاقات هو التمادي. حد عنده عيب وعنده غلط واللي قدامه مستحمل وهو مكمل بقى خلاص. طيب احنا ايناس طبعا معانا رساله مهمه جدا، بس احنا خلاص فاضل لنا تقريبا 3-4 دقائق، مش عارفه هنلحق نقراها ولا لا، بس انا يعني هحاول اقول لك سريعا كده. بتقول عندها 22 سنه وفي واحد من سنها بيحبها جدا، واول ما قال لي انا قلت، اول ما قال لها هي قالت لاهلها على طول، هما ما عندهمش مانع، هو في صيدله وانا في علوم. طلبت منه ان يخلي بابا يكلم بابا بس اهله مش راضيين لان انا لسه في رابعه جامعه. انا بعد ما بعدت عنه تماما، بس هو دايما يدعي ان انا اكون من نصيبه، بس انا برضو قدرت ابعد واقدر اتحكم في نفسي كويس. هو مش كده لدرجه انه كلم بابا في صلاه الفجر في يوم، وبابا قال له قول لباباك لانه مش كلام عيال، وقال لاهله تاني، بس ما اعرفش ايه بقى اللي حصل وما اعرفش حاجه عنه من ساعتها، علما اننا نعرف بعض من 20 سنه، يعني من وهي عندها 2 سنين اوكي، بس عمرنا ما اتكلمنا ولا حتى بالتليفون، بس نعرف بعض كويس. تنصحني بايه؟ ابعد عنه تماما ولا اتمسك بحد شاريني كده ومتميز للدرجه دي، ومحدش مخليه اهله ما يعرفش ان اهلي عارفين وموافقين من دون ذكر اسم. اوكي طب انا ما قلتش الاسم عامه يعني برضه عشان ما تزعلش. ايه بقى الموقف؟ هي قدرت تتحكم في نفسها لكن هو العاطفه عنده اكبر وكده وشريك. هو الموضوع محتاج برضه تفاصيل، ما بحبش الاسم جوابات سريعه، بس هو الموضوع محتاج تفاصيل. يعني هي في حاجات احنا مش عارفينها، هي تتمسك بيه، بس مش مطلوب منها تعمل حاجه، مطلوب منها تكمل في دراستها. هو مطلوب ان هو يشتغل. انا موافق جدا على فكره انه نستنى بعد ما نخلص الجامعه، كل واحد لما يشتغل هينضج اكتر. العلاقات اللي بقى لها يعني هي عندها 22 سنه، تعرفوا ان 20 سنه في جزء كبير من التعود في الحكايه، في جزء كبير فيه ارتياح مش حب بمعنى الحب، وبالتالي محتاجين نقعد نفصل ده حب ولا تعود. هنا في الكيس دي في تفاصيل كتيره قوي. الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها ان هي مش مطلوب منها اصلا تعمل حاجه، فتفضل زي ما هي متحكمه في نفسها وماسكه نفسها، وتبدا تتفرج تشوفه هيتصرف ازاي. الطريقه اللي هو هيتصرف بيها هتديها صوره عن عقله مش عن عواطفه احنا عارفين انها كويسه جدا، لكن عقله بيتصرف ازاي، بيقنع اهله ولا ما يقدرش يقنع اهله، طب خطته ايه لمستقبله، خطته ايه لحياته، ده مهم جدا. طيب يا رب تكوني استفدتي. وانا عايزه اقول بس لكل الناس تاني يا جماعه اللي ما قدرناش نرد على رسالتهم النهارده او تليفوناتهم، التليفون ده تقدروا تتصلوا بيه النهارده من الساعه 4 ل 5 0100 234 9612 0100 234 9612. الرقم هتلاقوه على البيج بتاعتنا على صفحتنا على الفيسبوك، هي درس خصوصي مع وائم وجدي. تتكلموا من الساعه 4 ل 5 ومده المكالمه 5 دقائق، يعني تختصروا وتركزوا في البوينت عشان تقدروا يعني اكبر قدر من الناس بس يستفيد مع دكتور محمد. نورتني جدا يا دكتور وبشكرك جدا، زي كل يوم 4 بستفيد جدا انا شخصيا. احنا عايزين منك وعد ان الحلقه الجايه تكون الفرق بين التنازل وبين التضحيه وبين يعني انك انت تعدي لحد عادي اللي هو الطبيعي ده. حلو قوي التنازل والتضحيه ده. التنازل والتضحيه، وفكره يعني اللي هو ايه العادي وايه اللي نسيبه وايه اللي ما ينفعش ان احنا نسيبه. وعلى فكره كل واحد بيتنازل بيقنع نفسه انها تضحيه، بس نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب خلاص اوكي، يبقى هذا هو وعد، اتفقنا؟ خلاص ان شاء الله نتقابل بكره في نفس الميعاد، هكون معاكم من الساعه 10 ل 11 ودرس خصوصي جديد على ميجا اف ام. بشكركم جدا وبشكر كمان دكتور محمد حسين، نورتنا، وان شاء الله هنتقابل على خير باذن الله بكره، واسيبكم مع اصاله بقى. كنت معاكم النهارده وائم وجدي، باي باي.